الحكايات. اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. أنا ما غلطتش. أنا مظلومة. نفسي أدش أنا نفسي أدش دماغها بشومة. إيه اللي أنا قلته؟ إيه اللي عملته؟ أنا كان قصدي الخير مش أكتر. يا جبايرك يا عمايلك، يوم ورا يوم مشاكلنا بتكتر. طب أنا راضية بحكم الناس، بس يا ريت تحكي بإخلاص. اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات. اسمعوا شوفوا كل حكاية من الحكايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. غلطة وحصلت وبتتكرر من عنايات. أنا مظلومة. نفسي أدش دماغها بشومة. خدي. حمار. ايوه. وطي صوتك. ايوه يلا عشان تلحق الباص. طب بتوطي صوتك ليه؟ وطي صوتك، اختك سبقتك على المدرسه، تعاليش صوتك. يلا سندوتشات اهي، محدش ياكلها منا. خد. اما الواحد بيشوف حاجات في البيت ده عجيبه. وطي صوتك. الله الله الله، يا سلام سلم، الحيطه بتتكلم. الله، ده انت مش رايح الشغل بقى؟ يعني ايه يا سلام سلم الحيطه بتتكلم دي؟ هنلقحها. عايزه تقولي لبس العفش واتنفش مش كده؟ وبعدين ايه حكايه رايح فين؟ هكون رايح فين يعني؟ انا عارفه، يمكن رايح تلعب كوره. واهدى كله ايه الشياكه دي؟ بدله اخر اناقه، وكرافته اخر حلاوه، وبرفان ريحته جايبه اخر الشارع. جايبه اخر الشارع ليه؟ حاطط موجود حشري؟ بقول لك ايه، من غير لف ولا دوران. يمكن اعرف دلوقتي البيه رايح فين بالظبط. يعني ايه تشغلي مخك؟ انا كل يوم الصبح بقوم وبلبس وبنزل، بروح فين؟ اصل بصراحه بقى ده مش منظر واحد رايح شغل. حاجه غريبه والله. يعني انت عايزه تقولي ان انا عشان اروح الشغل لازم البس مبهدل يعني ايه؟ اصل بصراحه بقى يا بركات، اللبس ده لبس مقابلات مع البنات. انا طول عمري شيك وقليط، حتى من ايام الخطوبه وانت كنت هتتجنني عليا من ذوقي الرفيع في اختيار الالوان. ده الكلام ده قبل ما تتجوز. تهيألي بقى دلوقتي مفيش مبرر للأناقة دي كلها. خلاص يا حبيبي، راحت عليك يا بركات. راحت عليا؟ راحت علينا احنا الاثنين، ما راحتش عليا لوحدي. وعلى العموم انت عندك حق برضه. من هنا ورايح وانا رايح الشغل انا هلبس لبس اي كلام، خصوصا بعد الجواز والحمل والولاده. من غير تريقه يا بركات، عاوز تروح الشغل البس حاجه تانية. طب ليه؟ ما يمكن يا اخويا تكون واحده كده في الشغل حاطه عينها عليك، ما انا بشوف الحاجات دي في الافلام. اكسر لك التلفزيون؟ ومين من زميلاتي في الشغل هيبصوا لي وهم عارفين ان انا متجوز؟ ده الانيل من كده ان كلهن عارفين ان انا متجوز عنايات عبد المعين. ما هالكارثه بقى ان عنايات دي بقى مش دريانه باللي بيحصل بره. للدرجه دي؟ لا دي ازمه ثقه بقى. لا دي ازمه ضمير. يا ساتر، ازمه ضمير؟ ما عنديش ضمير لمجرد ان انا بلبس بدله شيك؟ طيب ماشي انا هريحك على الاخر يا عنايات. اطلعي بره في الصاله، يلا حبيبتي قومي، وانا هغير الهدوم دي والبست الطقم يبسطك قوي، وهو الطقم ده اللي انا هروح بالشغل. يلا انت كده طمنتني. طب يلا لا 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 لا، بركات مش طبيعي او ربنا. بركات صناعي.
معقولة ممكن بركات يعملها ويحب واحدة غيري وينسى حبنا والعشرة الطويلة اللي بينا؟ لا، أكاد أشك في نفسي وأنت مني يا بركات. لا، أنا لازم أعرف الحقيقة. أيوة، أحسن كده هيبقى شكله وحش قوي قدام العيال. طيب يا بركات، يانا يا انت. ايه رايك بقى كده؟ اجنن صح؟ يا ماما ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه ده؟ هو ده اللبس اللي هروح به الشغل كل يوم حتى لا يتسرب الشك الى نفسك. واعتقد انا بالشكل ده مفيش اي حد من زميلاتي في الشغل هتبص لي الا اذا كانت بنت وقع بصراحه. بقى معقوله؟ لا انت اتجننت رسمي كمان. انت هتخرج كده من الشغل وفرده كمان. الجيران يقولوا عليا ايه بقى؟ يقولوا عليا ايه؟ ما بغسلكش الهدوم. انا ما اتجننتش، انت اللي ان شاء الله وبدون مقاطعه ناويه تجننيني. عشان كده لبست لك اصفر. عن اذنك بقى عشان انا عندي اجتماع. اعمل معروف، اتوسل اليك، ما تخرجش كده، ما تفتحنيش. لا، مش هغير هدومي ومش هغير هدومي ومن هنا ورايح مش هروح الشغل الا بالشكل ده. طيب لو سألوني ناس عنك يا حبيبي هقول لهم ما عرفوش، ما لبستوش. لا، بركات تتجنن او ربنا. ما هو انت تجنني بلد يا عنايات يا بنتي. يا ماما اللي انا عملته ده هوت عشان بحافظ على بيتي. كده مش بتحافظي على بيتك، انت كده بتخربي بيتك بايدك. يا ماما احضريني. انا اقول لك ايه؟ بس هقول لك ايه، ما هو اللي انا احسه انت مش ممكن تحسيه ابدا. قصدك ايه بقى يا ست عنايات؟ انا ما بحسش. الله يسامحك يا بنتي، ما انت لسانك طويل زي امك. يا ماما انا مش قصدي، انا قصدي اقول لك ان انا عارفه بركات كويس قوي. انا مراته معاشراه وعارفاه كويس قوي، واي سلوك فيه متغير انا بحسه. يا بنتي ده انت قطعتي سلوكه. سلوك ايه اللي حصل فيه تغيير؟ يعني مثلا على سبيل المثال بركات غير البرفان اللي بيحطه من اسبوع وبيحط حاجه تانية خالص. وفيها ايه دي يا بنتي؟ برفان جديد عجبه اشتراه، فيها ايه دي؟ ما انت بتستعملي برفانات كتير. اقول لها ايه دي؟ اقول لك ايه بس ما انت مش هتفهمي يا ماما. انا ست. انت ست؟ ايوه ست. اذا ما كانش عاجباكي انا ليه دي يا بنتي؟ ليه دي ايه يا ماما؟ ليه دي يا بنتي؟ يعني الراجل ما يحطش برفانات تعجبه؟ انا هتجنن من عمايلك السودا دي. يا اخواتي اي واحده بتغضب بتروح تستريح عند امها، انما امي انا بتبكتني. انا ايه اللي كان جابني؟ قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. لسماع وتحميل أدعية الشيخ حسن مرعب اتصل من أي محمول على 1435. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. الله أكبر الله أكبر. ايه ده مفيش ولا كلمة. يكونش الجواب مكتوب بالحبر السري. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ لا انا ما بعملش حاجة. انا اصل انا كنت
كنت بحضر لك لبسك. وحضرتيه ولا لسه؟ لا، ما انا لسه بحضره ساعة. انا بقى ما كنت انا لسه بحضره، انت دخلت عليا كده زي القطر المستعجل. كل ده بتحضري لي لبس ليه؟ بتحضري عفاريت؟ ومالك كرمشتيهم كده؟ لا فاهمه. لا انا عنك انت. انا هحضر. البدله الكحل فين يا بركات؟ البدله الكحل اهي. وش معنى بقى البدله الكحل؟ معلش اصل انا النهارده عندي عشاء عمل. عشاء عمل؟ في يا ستي وفد اجنبي جاي من المانيا، هيعمل صفقه مع الشركه اللي انا بشتغل فيها على اجهزه يعني. وطبعا دول اجانب. دول ناس اجانب من المانيا. وانت ما يخلصكيش بقى ان نلبس قدامه اي كلام، دي سمعه بلد بحالها. طب والعشاء بقى ده هيكون فين ان شاء الله؟ مش معقول هيكون في الشركه، اكيد هيبقى في الاوتيل اللي فيه الوفد الاجنبي. امسكي لما اغير. امسكي ودي وشك الناحيه التانيه انا بتكسر. مش عارفه النهارده حلوه قوي. يعني ايه؟ يقول عن اي يوم. بقول ايه يا بركات؟ يعني من رايي طالما فيها عشاء بره، يعني انا رايي يعني، وتاخد بيه او ما تاخدش بيه، ان احنا فرصه ناخد الولاد ونتعشى بره. هي نتعشى بره، هي نتعشى بره، هي بس عاجبك كده لميت عليها الصراصير؟ قلت لك 1000 مره ما ينفعش يا عنايات لان ده عشاء عمل. طب ومال؟ احنا نتعشى والعيال تعمل ايه؟ بقول لك عشاء عمل، يعني انا هقعد مع الوفد الاجنبي نتناقش ونتكلم ونوقع العقود. يعني ما فيش عشاء؟ فيها ليمت بس في البيت. ذاكر. انا ماشي، باي باي بقى، مش هتاخر. بابا هو حضرتك هتتاخر؟ لمستيه؟ لا يا حبيبي مش هتاخر. وانت اياك تخلي في عينيك حصوه ملح، وبدل العشاء والشعبطه دي اقعدي ذاكري للعيال كلمتين. ماما النهارده شكلها ناوي على حاجه، بس ربنا يستر. طب وحياة عنايات لا طلع عينين بركات وخلص منه اللي جاي واللي فات. عمر انا رايحه مشوار صغير ومش هتاخر. مش بابا قال لك اقعدي ذاكري لي شويه؟ بقول لك ايه، مش هتاخر. الله، ذاكر اللي تقدر عليه وبعدين لما ارجع بقى اكمل لك. انت رايحه فين يا ماما؟ قلت لك مش هغيب، مشوار صغير وهرجع على طول، بعدين ما تعطلونيش بقى. انا بس مش عاوزك تعملي حاجه تكون نتيجتها مش مضمونه. نتيجتها مش مضمونه؟ اسم الله على نتيجه امتحانك هي اللي مضمونه يا فيلسوف زمانك. ذاكر. ربنا يستر. توز بكوز يعني البيج برودكشن لو جاهز ان شاء الله الشركه هتبقى تمام قوي. حد يتكلم معاه انجليزي يا اخوانا انا رايس. هلا يا عبد الله، زغرات يا اللي ما انتش غرمانه. الحقوني بركات قاعد لي في كازينو. ايه يعني انت ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ جاي يا اخويا علشان اكشفك على حياتك يا خايب. انت على فكره مجنونه. ايوه مجنونه بقى، هي دي البرنسيسه اللي لابس لها البدله الكحلي. تصدقي ان انت اتجننت فعلا؟ لا انا اتجننت يوم ما اتجوزتك. وات هابن مستر بركات؟ ناثينج يا مستر، اصل انت قهوه زد ايه؟ انت قهوه كلميني انا بط انت بقى عشان اجيبك من بدور الله 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 الله. Eat my wife, eat my wife. اروح فين بس يا ربي؟ شاهد يا حماتي، بنتك ضيعت مستقبلي. بعد الشر عليك وعلى مستقبلك يا ابني، ما هي قبل كده ضيعت مستقبل ابوها، لكن معلش يا اخويا كل شيء يتصلح. كل شيء غير قابل للتصليح، كل شيء راح وانقضى، واللي بينا خلاص مضى، بس وحياة اللي فات واللي اصبح ذكريات. عمري ما هنسى لك كل اللي عملته فيا يا بركات. شفتي كمان؟ ايه اللي كمان؟ يا سلام، عاوزني اشوفك واقف مع البنت الاجنبيه السنيوره الحلوه دهيت. سامعه يا ماما؟ قال لها ايه؟ ويلكم تو ايجيبت. هي بقى ضحكت يس اي لايك ات، وعاوزني بقى اقف اتفرج عليك. والكلام ده فيه ايه بس يا حماتي؟
امال انت منتظره ايه؟ تخش علينا في الاوتيل تلاقينا نازلين تلطيش في بعض. اشمعنى انت دودا عن الموظفين اللي واقف معاه؟ لا اله الا الله، انا موظف علاقات عامه يا بنت، وهي مندوبه العلاقات العامه بتاعت الوفد الاجنبي. يا سلام يا اخويا، علاقات عامه ولا علاقات خاصه؟ علاقات خاصه؟ لا ده كتير كتير. اتس اوفر. يا ابني اهدى، ما تعملش في نفسك كده. اهدى ازاي؟ قومي هاتيلي كوبايه ميه يا عنايات. حاضر. انا مش عايز ميه. امال عاوز ايه؟ انا عايز ماما. هتقولي مامي. انا عايز اما. انت فين يا اما؟ هتقولي ماما. طب وانا هجيبها لك منين الساعات؟ الصرافي عنايات ايه؟ مين اللي قال انك عنايات؟ انت عزبات، انت جنايات، ما فيكيش اي حسنات. عنايات، عزبات، جنايات، عنايات. والتعلفات فاتوا في ديله 7 لفات. التعلفات فاتوا في ديله 7 لفات. كده يا بنتي منك لله يا عنايات، جننت الراجل. والتعلفات فاتوا في ديله 7 لفات. التعلفات فات في ديله 7 لفات. فيك ايه يا بابا؟ التعلفات فات ديله 7 لفات. والتعلفات فات ديله 7 لفات. فيك ايه يا بابا؟ التعلفات فات وديله 7 لفات. التعلفات فات وديله 7 لفات. يا لهوي، انا فعلا جننته بصحيح. انا اسفه، انا عايزه اقول ان انا غلطت، انا وربنا بعترف. والتعلفات فات يعني تغلطي وتعترفي يا عنايات، والضحيه في الاخر انا جوزك بركات. صح. أنا بعترف إن أنا غلطانة، وهاخد بالي من دلوقتي. يعني عرفت إيه؟ يعني عرفت إيه؟ يعني عرفت إنك غلطانة. طب إن شاء الله تكوني فهمتي تكوني فهمتي. أنا فهمانة، أمال أنا يعني ما بفهمش. أنا مش قصدي بس يا ريت ده ما يتكررش. أيوة يا ريت يا